ويا اهلا بيكم يا ولاد. انا اكتشفت ان في ناس ما بتدمسش الفول الا في رمضان بس. طب وبقيه الايام؟ عايزه اقول لكم اللي انا بدمسه واخليه عندي في الفريزر اطلع الكيس على الاستخدام. فيلا بينا نقول بسم الله. انا جبت نص كيلو فول وغسلته ونقعته من بالليل للصبح. حطيت عليه ليمونيه بقشرها مغسوله كويس وجزرايه متقشره ومعلقه كركم صغيره ومعلقه سكر يا سكر عشان تخلي لي القشره بتاعته دايبه. حطيت ميه مغليه وهسويه في حله الضغط. ما عندكيش حله ضغط سويه في الحله العاديه او في الدماسه. حطيته بقى كده واحطه على النار اول ما يغلي معايا اول 10 دقايق. بعد كده هوطي عليه شمعة وبعد كده هسيبه لحد ما يستوي خالص. ما تفتحيش عليه كتير عشان ما يسودش منك. عايزه تسيبه ميته خفيفه شويه كده براحتك. هي اما بيبرد بتتقل شويه صغيره. انا حباها تقيله شويه فجبت معلقه دقيق وربع كوبايه ميه وقلبتهم في بعض كده ونزلت على الفول يغلي غلوتين وخلاص طفيت عليه. بقى مظبوط معايا. شلت الجزرايه والليمونيه وخلاص كده هعبيه في الاكياس وهو لسه سخن. عايزه اقول لكم ان الليمونه طعمها خطير بوريها لكم يعني. فعامله زي الليمونه المتخلله. بعد ما حطيته في الاكياس وهو سخن هسيب الاكياس بتاعتي تبرد خالص وبعدين هشيله في الفريزر وبعد كده كل ما عايز كيس اطلعه. جربوه بالهنا والشفا.